السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم التبريمه خطيره يا البنات. شوفوا كيف ما كتشوفوا معايا الوسخ والو يا اختي، واخا تكوني العايمه غير اليوم وغدا ديري ليها التبريمه وغتشوفي الوسخ ديال اعوام واعوام، اش من بياض واش من رطوبه. جربي يا اختي وغترجعي، انا متاكده انك غتشكريني عليها. ما تبخليش عليا حبيبتي من واحد لايك في الفيديو، شاركي باش يوصلك الجديد. وندوزو دابا على بركه الله المكونات وطريقه التحضير، وغنعطيكم حتى الطريقه ديال الاستعمال، حيت راه كلشي على الطريقه كيفاش تستعمليها. صافي البنات، هنا كيف ما كتشوفوا معايا خديت الحنه، يعني التبريمه المغربيه ضروري من الحناء. بالنسبه للقياس على حسب عدد الاشخاص، كنتي غير بوحدك ديري ملعقه واحده كافيه، ملعقه واحده كافيه. يعني كان معك شي حد اخر راكي غتزيدي، المهم كيف قلت لكم الحنه على حساب عدد الاشخاص. صافي البنات، كيف ما كتشوفوا معايا هاد القرعه فيها الحمص والروز. يعني انا ما بغيتش ناخذ واحد الكميه الكثيره، خديت 250 غرام ديال الحمص وخديت 125 غرام ديال الروز، طحنتهم عند العطار، طحنهم ليا قدام عينيا. من الاحسن تاخديهم بحال هكا وديريهم في واحد القريعه وتبقاي تستعمليهم بحال هكا. بالنسبه للبنات الحمص والروز راه كنستعملهم حتى الوصفات اللي كندير للوجه ديالي. صافي غناخذ واحد الملعقه عامره ما بين الحمص والروز، وغنزيد ملعقه من الحلبه. يعني انت غتاخدي من الاحسن خدي الحلبه اللي كتكون بلديه، يعني المنافع ديالها لا تعد ولا تحصى، زوينه بزاف. بالنسبه للحمص الروز راه مبيض خطير للجسم والبشره بصفه عامه. الحلبه البنات حتى هي زوينه كتبيض بحال هكا. الا عندك كاينين بحال هكا اللي كتكون عندهم كينوض ليهم واحد الحبوب في الجسم ديالهم، يعني الحلبه كتكرم لينا هذاك الحبوب، كتبيض لينا الجسم. وبالنسبه لهاد التبريمه خطيره البنات في توحيد لون الجسم. ويعني هاد التبريمه غديريها من راسك حتى رجليك، الكبار الصغار الاطفال اي واحد يستعملها. تبريمه من اروع التبريمات. كيف ما عودتكم راه القناه متنوعه، يعني راه كل مره كنحط لكم تبريمه مختلفه على الاخرى. هانتوما البنات زدت هاد المعلقه ديال الحلبه بحال هكا. الناس اللي كتكون عندهم بحال هكا نفيسات كيبقى لهم بحال هكا الكلاف من بعد الولاده، ما عليك اختي الا بها التبريمه. من اول تحميمه غتخرجي ان شاء الله كتشقشقي. صافي البنات هانتوما كيف ما شفتوا معايا، والماء يكون دافي ضروري البنات، ما يكون دافي ماشي سخون غليان، لا غير دافي. صافي ودوزي باش تخلطيها كيف ما تشوفوا معايا كنخلطها بيدي. ضروري ما تخلطوها بيديكم باش كتخدموها مزيان. وبالنسبه للبنات هنايا انا خاصني جوج مكونات، مازال خاصني كيف قلت لكم جوج مكونات اللي غنضيفهم هنايا في هاد التبريمه. الحامض وصابون البلدي. يعني انا ما عنديش هنايا، ما عندي الصابون البلدي، لهذا غادي نمشي حتى للحمام وغناخذ صابون البلدي غنضيفو للوصفه. وغناخذ واحد نص حامضه حتى هي غدا نعصرها على هاد المكونات. بالنسبه للحامض وصابون البلدي راه معروفين بالتقشير، كيقشروا لكم الجسم ديالكم. يعني وصفه متكامله. يعني واحد المره والله الا كنت ما صايبتهاش بحال هكا في الدار، يعني ما عنديش المكونات كانوا سالاو عليا. انا ديما يعني كناخذهم وكنحتفظ بهم عندي هنا في الدار، ما بقاوش عندي. قلت غناخذها من على برا. 20 درهم راه ما كتعطيك فيها حتى شي حاجه، كتعطيك واحد شويه، كيعطيك واحد شويه يعني ما فيهاش. لهذا اختي حاولي خودي، يعني راه نبقى كل مره نحط لكم المكونات وخديهم وحطيهم عندك فما تمي غدا الحمام. خلطي لي اختي واحد القريعه، واحد التبريمه على حقها وطريقها، وديها معك اختي الحمام. راه ما يمكنش البنات كتولي عندكم واحد اللون يعني كيتوحد لكم اللون، كتولي عندكم واحد البيوضه واحد الرطوبه. غير داومي على التبريمات. الصراحه الا كنتي كتمشي للحمام وما كديش معك التبريمه راه ما تسميش تحمحمتي. صافي البنات هنا كيف ما كتشوفوا معايا صافي انا غنديرها هنايا. المهم انا هنايا صافي راه واجده عندي. كيف قلت لكم بقى خاصني غير الصابون البلدي والحامض حتى نمشي للحمام ونزيدهم. دابا غناخذ واحد القرعه وغنديرهم فيها
وضروري ماشي حتى تمي غدا الحمام عاد فاش تخلطيها، خلطيها قبل. كيف كنقول لكم دائما راه الحنه اي وصفه طبيعيه ضروري ما كتبغي تخلطيها وكتخليها واحد شويه. حتى هذوك الماسكات اللي كنحط لكم، ماشي غير انا اللي كنحط لكم، اي واحد كيحط لك شي ماسك خلطيه وخليه واحد شويه، بالاخص اللي كيكون فيهم هادشي ديال الحماص الراوز. ضروري ما كتخلطي بحال هكا وكتخليهم على الاقل. المهم هاد التبريمه انا كنخليها حتى ساعه ساعتين، كنديرها قبل يعني، وكنخليها عاد فاش كنمشي للحمام باش كيطلقوا هذوك المكونات. صافي البنات، هنايا كيف ما شفتوا معايا غندوزو لطريقه الاستعمال. غتدخلي اختي الحمام او الدوش، ماشي ضروري الحمام، واخا تكوني غير في الدوش كتدخلي، هي من الاحسن انه يكون الحمام. كتدخلي اختي السخون، كتاخدي واحد الماء اللي كيكون سخون كتخوي عليك صافي، وكديري هاد التبريمه وكتخليها مده 10 دقائق، ضروري من 10 دقائق صافي. وكتشلي وغتحكي وغتشوفي العجب اللي غيخرج منك، يعني الوسخ ديال الاعوام غيخرج منك. هنا غيكون صلى لا فيديو ديالي، ما تبخليش يا اختي من لايك. خليكم الى فيديو قادم بحول الله، مع السلامه.